بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بنات، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وبأفضل حال. منورين القناة، متابعين القديمين والجديدين، أهلا وسهلا بكم، وشكرا على تعليقاتكم ولايكاتكم للفيديوهات. شكرا لأن جاي ترفعون الفيديوهات لآخر شي جاي أنزلها، تفاعلكم كلش حلو، فإن شاء الله مستمرين وياكم بتنزيل الفيديوهات. فأول شي من تدخلون القناة تخلون اللايك، لأن هواي بنات ينسون يخلون لايك أول ما يدخلون الفيديو. فأحب أذكركم بأول فقرة. وهنا أول شي نبدي بالتمر. هنا عندي تقريبا أقل كيس مال التمر. قعدت بالقاع فلسته شوية، أخلي الزيت على إيدي وأبدأ أفلس بالتمر. ما شاء الله الكمية هاي، بس شنو ما أقولكم التمر خلص، يعني هسه هاي الكمية سويتها أني خلصت، فإن شاء الله هم راح أبدي أسوي غيرها. لأن قلت لكم إحنا يعني بهاي الأيام يعني كلها صايمين، يعني أغلبنا نصوم، فيعني التمر دائما وهم الجهل هم تاكل يشوفونه مفلس طيب. فهنا هم كوكي لازم يخلي إيده، هاي بعدني أنا أسوي. يشوفونه ربعه يخلص بالعافية عليهم. هنا فلسته وخليت عليه جوز، تردون تخلون عليه بسكت مطحون يصير طيب، خلون سمسم بعد هو بكل الحالات طيب. أنا خليت عليه جوز، نحبه يعني بالجوز، وشوية راشي نرش عليه. وقدمناه بهذا الشكل، شكله كلش حلو ويشهي. اكتبوا لنا شنو تحضيراتكم شهر رمضان المبارك، سويتوا شنو تفريزاتكم. الصراحة يعني أنا ما سويت تفريزات هواي، مجرد يعني أشياء بسيطة. طبعا سويت فاصوليا فرزت، إن شاء الله راح أسوي كبة، يعني أشياء بسيطة ما سويت هواي، لأن ما شاء الله يعني كل شي متوفر يمنا، فما حبيت يعني أسوي هواي أشياء. وطبعا هنا أنا أشوف راح أسوي أكلة كلش حلوة بسيطة، بالباذنجان واللحم. يعني إن شوية نبتعد عن الأكلات التقليدية كل مرة نسويها، هي المواد نفس المواد بس نقدمها يعني بطريقة شوية مختلفة. هنا أول شي قليت الباذنجان، سويته شرائح يعني متوسطة، لا خفيفة ولا ثخينة. قليتها، وبعدها هنا عندي لحم ثرمته مكعبات، وبصل خليت نوعين، بصل أخضر وبصل أبيض. يعني عادي يعني أي نوع من البصل، مو يعني شرط إلا أخضر، بس أنا هم متوفر عندي خليت. هنا أنا هسه الباذنجان راح نصفطه بهذا الشكل بالبايركس، إذا عندكم يعني أي قالب كلش عادي. هنا هسه صفطته بهذا الشكل، وبعدها راح أخليه عليه الحشو مال اللحم. طبعًا خليت عليه شوية بهارات، شوية بابريكا، بعد وش تحبون تخلون بهارات عندكم خلوا عادي يعني. وهسه نحطه طبقة بهذا الشكل، يعني نسوي طبقات طعمها كلش طيب، وخاصة إذا تخلونها بالفرن تشوونها فالطعم مالتها يتغير. هسه راح أخلي طبقة ثانية من الباذنجان. طبعًا هي هاي الوصفة آخر شي يخلون على الوجه جبن، بس أنا ما خليت عليها جبن، يعني حسيت الجبن ويا الباذنجان يعني يعني هاي مو أكلتنا، إحنا ما ناكل هيج شي. يعني نخليه على المعجنات الجبن، نخليه مثلًا على الفطائر، بس مو على يعني الباذنجان. إذا بوتيتة يطيب ويا البوتيتة. هسه هنا أنا خليت هاي الطبقة من الباذنجان، وراح أخلي بعد طبقة هم من اللحم. وهسه هنا أنا راح أخلي الصلصة. هنا أنا معجون عندي تقريب خشوقتين من المعجون، وهنا هاي فلفل حار شوية هم للتزيين، وهم بالأخير ناكلها. طعمها كلش طيب يصير من تستوي، يعني الحرارة تخف شوية. هنا عندي هاي صلصة الفلفل، هاي باردة، هم خليت من عندها شوية على المعجون، شوية هم خففته، ونضيف شوية ملح، شي أكيد الباذنجان هم شوية ملحينه، نضيفه بهذا الشكل. وبعدين أول شي أنا خليتها على الطباخ الكهربائي، يعني قلت هيجي يعني تستوي، بس بعدين خليتها بالفرن حتى شنو
الوجه مالتها همّاته يعني يقسّب وتاخذ لون، طعمها كلش طيب من نحطها بالفرن. هنا أنا أول شي خليتها، بس بعدين حماتي قالت ليش ما تخليها بالفرن حتى طعمها يصير طيب. فصدق حطيتها بالفرن، يعني الطعم مالتها كلش اتغيّر، وحتى يعني الوجه مالتها يقسّب بهذا الشكل. بعدين دخلتها قُلت لكم للفرن، قسّبت نشفت شوية، سويت وياها تمن وطعمها كلش طيب. بعد هاي أفكار شوية تغييرات لشهر رمضان إن شاء الله. أكلات هي نفس المواد بس شوية نغيّر بيها، وإن شاء الله همّات أنزّل لكم وصفات إذا تحبون. بعدها هنا أنا عندي الدرج، وهذا المحجّر هم شوية يعني متوسخ من إيدين الجهال، لونه أبيض. شوية خلّيت قاصر على الوصلة وبلّلتها وجيت مسحتها، رجع يلمع وكلش حلو، لأن اللون مالته يعني على بياض، فالقاصر يعني كلش حلو بيه، يرجع يلمع. بعد قُلت لكم الجهال إيديهم، فشوية مسحته ومسحت الدرج وخليت عليها نشرة. عندي نشرة ملونة تقريب 10 أمتار الطول مالتها. فلفيته. هنا عندي شوية درج هم متوسخ، هماته رجعت نظفته. طبعًا هذا مو وسخ، يعني هذا شلون الصمغ أو الغرة مثبتين بيه المحجر مع القاعدة مالته. فهماته نظفته تنظيف زين وحكيته شوية بالسيم فراح. وبعدها أني قُلت لكم يعني كل فترة أنظّف شوية من البيت، يعني مو كله تنظيف واحد، يوميًا نسوي شغلة حتى ما تتكدس يعني الشغلات علينا يصير جهد أكثر، فيومية شوية. هنا أنا خليت النشرة فرّيتها بهذا الشكل وشكلتها بالنقطة، عندي نقطة فوق مال كهرباء، شكلته كلش حلو صار شكله. وهنا أنا طبعًا بالليل اشتهينا نسوي كليجة. عجنت العجينة من وقت. طبعًا المقادير أنا هواي منزلتها، مقادير الكليجة. وهنا أنا عندي الحشوة، هنا أخلي السمسم وراشي وشوية شكر، وهنا تمر، وهنا الحلقوم. هنا تقريبا سويت كيلو طحين مال الفاخر، وخليت قلاص زيت وقلاص زبد، يعني تقريبا ربع كيلو زبد، وشوية شكر، بيكنج باودر وهيل، وصار الشكل هذا مالتها. والطعم كلش طيبة ما أحجيكم عنها وهشة. وشي أكيد وياها الشاي. وسلامكم ألف ألف عافية. أتمنى استمتعتوا وياي خلال الفيديو. فلا تنسون تسوون لايك. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، مع ألف ألف سلامة.